امام مقر الحزب الوطني امانه محافظه الجيزه في ظل المجمع الانتخابي للحزب الوطني. دلوقتي هنناقش قضيه الانتخابات، وهنعرف ازاي الشباب بيشاركوا خلال هذه الانتخابات. ودلوقتي مع احد الشباب يا فندم، دلوقتي عايزين نعرف ايه اللي انتوا بتعملوه دلوقتي؟ يعني انت واقفه فين؟ بتشاركي ازاي؟ جايه تدعمي مين؟ ارائك ايه؟ طموحاتك في المرشح اللي انت عايزاه؟ قد ما نقدر نبين اليافطه بس يعني بعد ما تصوروا. ايوه يا فندم. اسمي مروه بكر. ايه طموحاتك في المرشح اللي حضرتك بتناقش فيه؟ تمام؟ وايه اهداف المرشح دوت؟ ومبنيه على ايه الاهداف دي؟ تمام؟ والله انا جايه مع الباشمهندس عادل سمير رطبه، مرشح نفسه في عن الحزب الوطني. جايه اي ترشيح. انا جايه اي ترشيح الباشمهندس عادل سمير رطبه لعضويه مجلس الشورى. طيب حضرتك جت ايه دي؟ عارفه ايه اهداف المرشح اللي انت هتأيديه؟ اكيد طبعا، ولا ما كنتش معايا. ايه اهداف المرشح ده؟ عايزين نتعرف عليها علشان حضرتك تكوني قدوه للشباب ان هو يشارك في العمل السياسي بطريقه ايجابيه. اولا هو اهداف الباشمهندس عادل سمير رطبه ما حطهاش لوحده وانا جايه ايده وخلاص. لا، احنا كنا كشباب معاه هيقول ايه ايه اهدافه وايه هي الحاجات اللي ممكن يقدمها لنا. ده غير كده، غير حكايه الاهداف، هي كلها اهداف تخدمنا احنا كشباب اولا. ثانيا احنا مع المهندس عادل سمير بقالنا اكتر من 5 سنين، فنعرف هو الوحيد اللي جنبنا، هو الوحيد اللي لما بنعوز حاجه بنلاقيه. عشرناه بمعنى اصح، انك لما ترشح حد انت معاشره غير لما ترشح اي واحد واخد منه فلوس. طب احنا عارفين النهارده ان هو المجمع الانتخابي اللي بيضم اعضاء الحزب الوطني فقط. طب ماذا عن باقي الاعضاء اللي هم لم يتبعوا الحزب الوطني؟ يعني عايزين حضرتك تشرح لنا يعني ايه المجمع الانتخابي للحزب الوطني؟ هو النهارده 24/4 المفترض النهارده المجمع الانتخابي فيه اكثر من 17 عضو جايين يرشحوا نفسهم عن الحزب الوطني في عضويه مجلس الشورى. من ال 17 احنا المفترض اعضاء الحزب نفسهم هم اللي هيختاروا واحد بس نيابه عن الحزب الوطني. واتمنى ان شاء الله انا الشغل متاكده ان الواحد ده هيكون باشمهندس عادل سمير. حضرتك هتشاركي ازاي النهارده؟ يعني ايه نوع المشاركه؟ هتشاركي ازاي؟ ايه الانشطه اللي هتعمل كده؟ باني انصح الشباب اللي جايين كده وهم ما يعرفوش اي حاجه عن اي حد ان هم يقفوا مع الناس صح اولا. ثانيا هرشح بصوتي ان شاء الله. تواجدي معاه مشاركه ان انا يعني تواجدي. نعتبر ان ده قصور في الحزب الوطني من خلال الكلام اللي حضرتك قلتيه دلوقتي ان هو في شباب ما تعرفش حاجه وهي ترشح كده وخلاص. بالظبط كده. انا اكيد ده انا عارفه ان في مرشحين تانيين جابوا شباب من على القهاوي ودفعوا لهم فلوس وقفوا. لا، احنا جايين مع حد احنا معاشرينه وعارفين هو مين وهو ايه، وكمان عارفين باقي المرشحين هم مين وهم بيعملوا ايه. طب تنصحي ايه الشباب اللي بيبيعوا اصواتهم بفلوس لمجرد ان هم يعملوا اعلان او يا فندم؟ نعم. حضرتك بتنصحي ايه الشباب اللي جايين؟ بدل ما يقفوا يساندوا اي حد وخلاص عشان مجرد فلوس هياخدوها يصرفوها، لا، يعرفوا مين دوت الشخص اللي انت واقف